ده انا ودي فالورنت، واحنا الاتنين بيربطنا ببعض حاجه اسمها الغباوه. انا غبيه جدا في فالورنت، وعشان كده قررت ان انا اعمل سلسله ان انا احاول ابقى بعرف العب فالورنت. والنهارده اللي هيساعدني تشات جي بي تي. بس كده يلا نخش في الفيديو، يلا بينا. ازيك يا عم تشات جي بي تي؟ وحشنا جدا. فاكر يا حبيب قلبي تحدي ازاي ان انت تعلمني فالورنت؟ هنرجع له تاني النهارده الجزء التاني، ايه رايك؟ ولا مش حابب؟ لو مش حابب قشطه مش هصور. كمل من تحب تعلمني بمين؟ تحب نلعب بمين؟ طيب، أنا شايف إننا نبتدي بحاجة بسيطة جدا زي مثلا تصميم صفحة ويب ثنائية الأبعاد. لا ونستخدم بص الحاجه اللي انت بتبلبعها دي تبطلها خالص، ماشي؟ تبطل ادمان. لان انا مش عايزه غباوه. احنا بنلعب فالورنت يا حبيب قلبي، ماشي؟ وقول لي حابب تعلمني بمين؟ تمام، أنا معاك خالص. انت مع خلينا حاجه بقى تانية؟ نرجع للجزء اللي فات في البرنت، وأنا هشرح لك برنت خطوة ايه؟ بخطوة. استنى يا جماعه، هروح افهمه وامسح بيه بلاط الفاهمين واجيلكوا تاني ثانيه واحده. أنصحك بفينيكس، عندي قدرة شفاء وكمان ضرر كويس، هتحب تجربه الأول؟ ماشي يا عم، خلاص انا هلعب بفينيكس. أنا أنصحك إنك الأول تتدرب شوية في وضع التدريب عشان تفهم مهارات فينيكس كويس، وبعد كده خش مع ناس في مباريات عادية، كده هتكون جاهز أكتر. طيب انا مش هعمل اللي انت بتقوله ده وهلعب ماتش عادي، ماشي؟ هرمي كلامك ده في الزباله. بالمناسبه يا جماعه، انا بطلع لايف كل يوم، بلعب هوجورتس ليجاسي. مفيش يوم معين بصراحه. انا كنت طالعه يوم السبت، كنت طالعه يوم الجمعه، فانا غالبا هبطل انزل حاجات لهوجورتس ليجاسي هنا، تبقى مجرد شورتس. لا، عايزين تتفرجوا على الحاجه كامله من غير ما تكون شورتس، روحوا بقى ايه نوروني هناك على التيك توك، هتلاقوا كل اللينكات تحت في صندوق الوصف اسفل الفيديو. احنا بنلعب جولة دفاع يا تشات جي بي تي، ايه نصايحك بما اني بلعب بفينيكس؟ حلو قوي. بص، وانت بتلعب فينيكس في الدفاع ركز على انك تحط الهوت هاندز في الممرات الضيقه عشان تبطئ الهجوم، وحاول دايما تحافظ على موقعك مع زملائك علشان ما تتفاجئش من جانب. مفهوم. انا مش معايا الهوت هاندز دي مبدئيا. تمام، لو مش معاك الهوت هاندز ركز على انك تستخدم الفلاش او الكيرف بول بتاعتك في الوقت المناسب، وحاول دايما تبقى في وضعيه كويسه عشان تغطي على زملائك. انتبهوا لأعينكم. انا عميت الناس اللي معايا. العفو خالص، انا تحت امرك. يا عم اقعد بقى، مش انت. هو ليه المسدس مفهوش المنظار؟ انا مش شايفه كويس. ايه احسن سلاح العب بيه في فينيكس؟ شوف، فينيكس ما عندوش سلاح واحد هو الافضل في كل الحالات، بس المسدس العادي بتاعه في البدايه بيكون كويس. مسدس ولو ايه؟ تمام. ستينجر سلاح جامد شكل كده. هفكس لفاندالو، مش هرجع له تاني، خليني بستينجر ده. حبيبك يا حبيبتي ونسيتي وشخبطت عليك، مش ممكن احبك اصل انت الغدر باين جواني. يا سلام، مبروك بجد، انت شاطر جدا. ايوه يا عم كده، عشان طبل ان شاء لي. الله تكمل كويس وتكسب اكتر في الجولات الجايه. انا كده بقيت اعظم جيمر في العالم، ولا لسه فاضل لي حاجه بسيطه؟ طبعا لسه في مجالات كتير تتطور فيها، بس اكيد انت ماشي في طريق ممتاز. أمر محرج. انا بموت. اللي ايدي اللي هي حاجه بتلمع كده، برمي حاجه فلاش، دي بتعمل ايه والمفروض استخدمها امتى؟ تمام، دي اسمها الفلاش او الفلاش بانك. هي بتعمل تأثير تشويش على عيون الخصم، فتقدر تستخدمها لما تدخل من زاوية ضيقة أو لما تكون عايز تغير اتجاه الفريق. يعني استخدمها عشان تشتت انتباههم قبل ما تدخل الهجوم. تمام. طب انا لما دخلت في حته كده رميتها، بس انا اللي ما كنتش شايفه، العدو كان بيضرب نار عليا انا عادي، فايه بقى هي دي بتموتني انا؟ بالظبط، أيوة. ممكن تكون الرمية ما أثرتش ايه عليهم بالظبط؟ بالشكل ايه العبط الكافي، ده؟ أو أنت كنت في زاوية مكشوفة، فالمفروض قبل ما ترميها تتأكد إن أنت متخفي أو إنك بعيد شوية اوكي. عشان ما تضربش بسهولة. طب ما انا هعرف منين ان في حد هنا ولا لا؟ ولا انا برمي كده بالصدفه بالاحساس؟ غالبا بتعتمد على الصوت أو العلامات البصرية. لو سمعت خطوات أو صوت إطلاق نار في مكان معين، ممكن تكون دي علامة إن في حد قريب، فخليك دايما منتبه للأصوات أو استخدم الكاميرا لو فيها رؤية عشان تكون عارف مكانهم بدقة. حذرني الآن. قنبلة ضوئية. يا جدعان، هو ايه العبط اللي انا بعمله ده بس؟
حاضر. بالظبط، قولي لهم بالظبط. اهم حاجه ان احنا كويسين ومع بعض، واللمه الحلوه الجميله دي. بنهايل منين؟ بنهايل ازاي؟ هو انا كان المفروض الفينيكس كان بيهيل، بس مت من طلقه واحده، فده معناه الدرع ولا الهيل؟ بالظبط، ده معناه ان فينيكس بيقدر يشفي نفسه، بس لو طلعت منه دفعه واحده يبقى هو استخدم الهيل بتاعه وخلص. فخلي بالك لا لا مش لا عنده درع لا، يضرب. انا كان خلاص الهيل بتاعي مليان بس مت على طول، ده معناه ان الدرع هو اللي باظ ولا ده ايه؟ تمام، صح. في الحالة دي غالبا الدرع هو اللي خلص، يعني انت كنت في وضع ضعيف. طب لما الفينيكس ايه خد الحل عشان الدرع ما يبقاش بيخلص بسهوله؟ طيب الحل انك تحافظ على المسافة ما بينك وما بين الاعداء، وتستخدم الهيل بحذر، وخلي دايما معاك زميل او هو مش انا اللي استخدمت الهيل اصلا، هو اللي استخدمه بنفسه. طب هو ايه الدرع المتجدد ده؟ تمام. الدرع المتجدد هنا هو لما تاخد ضرر بيفضل شوية وقت وبعدين يتعوض، بس لو انتهى قبل ما تشفي نفسك او قبل ما تتداري هتفضل معرض، فالمفتاح انك تحمي نفسك من الاول. يعني الدروع الثقيله احسن ولا الدرع المتجدد؟ بشكل عام الدروع الثقيلة بتديك حماية فورية أقوى وما ماشي. بتعتمدش على الوقت زي الدرع المتجدد، فلو عاوز أمان ثابت على طول الدروع الثقيلة عادة بتكون أفضل. ضرب حنفي. انا حاسس ان واحد فينا هيروح في داهيه، ده اكيد. يا انت يا انت. حذرني الآن. ايه ده؟ ايه ده؟ انا مش فاهمه ده ايه. ولا يهمك، أنا معاك. لا انا قتلت واحده وطلع منه مانيكان كده. هو ايه ده؟ ارحل من هنا. البت اللي معاها رينا دي شكلها كده بتعرف تلعب، شكلها كده هي اللي فيهم. هو سبكتر احلى من ستينجر؟ فعلا سبكتر بيكون أحسن في الدقة والضرر على المدى البعيد، وكمان رصاصة سريعة جدا، فلو عاوز سلاح أقوى في المعارك الأطول سبكتر بيكون خيار ممتاز. نجربه يا ابن هو ازاي عمل ازرعه السبايك؟ هو انا ازاي اعلم للتيم اللي معايا ان هو يزرع السبايك في حته معينه؟ طاطا استخدم الدردشة داخل اللعبة، أو لو معاك ميكروفون صوت اشرح لهم المكان بدقة. يعني انت تفتكر لو انا عندي ميكروفون هاجي اسال معاليك ازاي اقول لهم؟ ما انا اكيد هقول لهم، بس يعني ده معناه ان انا معيش مايك. أيوة بالظبط، طالما عندك ميكروفون قول لنفسك. واضح وصريح في تعليماتك، قول لهم مكان الزرع بالظبط وحدد وقت معين. يا بابا انا معيش زفت، انا معيش ميكروفون، قول لي ازاي بعلامه ولا بحاجه اقول لهم. تمام، لو مفيش ميكروفون ممكن تستخدم الإشارات على الخريطة، حدد النقطة بالعلامة اللي في اللعبة وارسم سهام أو اكتب لهم في الدردشة النصية المكان بالتحديد وهم هيمشوا وراه. انا شات جي بي تي محتاجه اللي يعلمه. انتبهوا لأعينكم. لا مجال للهرب. تبقى عدو واحد. مثالي. يا ريتني ما استعملت القوه دي، حاسه بالندم دلوقتي. امتى استخدم القوه اكس بتاعت فينيكس؟ استخدمها لما تكون في موقف صعب ومحتاج ترجع بسرعة، يعني لو الفريق في موقف خطير أو لو أنت بتهدد بالخسارة استخدمها في اللحظة اللي هتديك فيها أفضلية أو تعادل. خلاص اوكي، بس احنا دلوقتي كسبانين 8-2 زي برشلونه والبايرن. اللي بتعملوه دوت مش هينفع. فعلا. انت ريال مدريدي ولا ايه؟ انت بتشجع ريال مدريد يا شات؟ طبعا أنا بحب مدريد جدا. يعني انت بتحبش برشلونه يا شات؟ احنا بقى نقلبها قعده كوره بقى، ما انا عماله بموت. هقول لي دلوقتي ايه؟ لا انا بحب برشلونه مش عارف ايه. فعلا أنا بحب برشلونة جدا، خصوصا في أسلوب لعبهم. لا بص، ما هو انا جو التسليك ده انا مش عايزاه. أنا بصراحة بحب ريال مدريد أكتر علشان خروج خرافية، بس طبعا برشلونة برضه فريق طب ممكن تديني واحده سي؟ Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. خلاص يا شات، خلاص. انت شكلك اصلا ما بتحبش كريستيانو، وانا هروح اقول له، انا معايا رقم تليفونه.
ولا يهمك خالص، انا فاهم، خذ راحتك تمام. يعني اروح اقول لكريستيانو رونالدو انت ما بتحبهوش؟ اه طبعا. نشرب بق ميه يا جماعه، متنسوش ان انتوا تشربوا ميه، متنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، تعملوا لي فولو على الاكونتات بتاعتي الوهميه، وتعملوا لي ريبورت على الفيديو. make it well this. هيا بسرعة. انت مصري يا ستيفن؟ Yeah, from Egypt. شكله مصر تحت، وانا كمان. أخويا أختي. حذارني الآن. يا خبر ابيض. حذارني الآن. أنا أفضل مني، قدرتي الخارقة جاهزة. أعيد التلقيم. انتبهوا لأعينكم. تعالوا هنا. يعني قتلت حد ومت معاه، مش مهم، اهم حاجه اهم حاجه دي اهم حاجه. ما اشوف ستيفن ابن بلدي بيعمل ايه، كان بيحط السبايك او بيبطلها، سوري. أيحتاج أحدكم شيئا؟ ايه يا ستيفن، انت شكلك عايز سلاح. شيئا؟ ماشي يا ستيفن. هو شكله قفل اصلا، لا ما موجود. احذروا هنا. ايه ده؟ ايه ده عدة أعداء في A. يا جدعان، عايز اطلع من هنا. هيا اثبتوا في مكانكم. حركتهم. سقطت انطلاق. ستبدأ المطاردة. لم تتوقع شحنات. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. يا عم مش انت، ما بكلمكش. ممكن تبعت لي رقمك على الماسنجر؟ ايه ده، ايه ده، هو ده اوبشن اصلا؟ هو ده اوبشن ان حد يطلع هنا؟ من امتى الكلام ده يا فالورنت؟ هيا بسرعة. أيحتاج أحدكم شيئا؟ عندكم جادج ده وحش، الجادج وحش يا جماعه، اقعد جادج حد. قنبلة وانت يا عم ما بتشوفش؟ ضوئية. آخر لاعب باق. اخر لاعب باقي. هو بيلطم اصلا، بيقول عامل ايه؟ دافعون. أجل مرحى، هذا هو التقدم الحقيقي. الحمد لله يا رب. يا أصدقاء. الحمد لله. انا كنت بلعب جيم ومتوسط القتال 153 كي دي اي، وجايبه 11/18/5. ايه معنى الكلام ده؟ طبعا اللي انت قلته ده معناه هو انا إنك مش في قلت لك المتوسط تبطل تقول خدت طبعا؟ 100. ولا هو ايه ده، هو ما بيسكتش ليه؟ انا مش فاهمه. هو مش قلت لك تبطل تقول طبعا دي؟ تمام، ولا يهمك، انا مش اقصد اقول اي حاجه غلط. لو عندك اي يلا مصطلحات فهمني بقى، فهمني ايه حاصل قتال 153 كي دي اي 11/18/5 ده؟ هقول طبعا دلوقتي. شفتوا؟ ما تقلقش. ايه الرقم اللي على الشمال خالص معناه ايه، والرقم اللي في النص معناه ايه، والرقم اللي على اليمين معناه ايه؟ تمام، الارقام بتتوزع كالتالي: الرقم على الشمال هو عدد القتل اللي انت حققته، الرقم في النص هو 11 عدد كيلو. الوفيات اللي انت تعرضت لها، والرقم على اليمين هو نسبة المساعدة أو الوفاء بالفريق. فكل رقم بيعكس جزء من أدائك في الجو. طب انا كواحده معايا فينيكس هساعد الفريق ازاي؟ يعني سيج مفهومه بتصحيهم وبتهيلهم، لكن انا كواحد معايا فينيكس هفيد الفريق بايه؟ تمام، انت مع فينيكس بتقدري تساعدي الفريق من خلال مهاراته. أول حاجة عنده قدرة شفاء، فانت ممكن ترجعي بيها نفسك أو زميلاتك، وكمان عنده قنبلة شمسية إيه؟ بتضرب خصم وتشتتهم، فركزي على انك تتحركي لا للأمام. ثانيه، هو انا بفينيكس اقدر ارجع حد؟ طبعا، فينيكس عنده قدرة مميزة جدا انه يرجع نفسه. لو خسر حياة يقدر يستخدم قدرته في اللحظة اللي بعد ما يموت ويرجع من جديد في نفس المكان تقريبا، فده بيديكم أفضلية كبيرة جدا. بس ما اقدرش ارجع حد، اصل انت قلت ان انا اقدر ارجع حد. عندك حق،
اسف على اللبس. على اللبس؟ لا، فينيكس بيقدر بلا يعني. بلا لبس بلا هدوم. طيب يا عم مش هتتكل، يلا على الله. بس كده. وبكده نكون صنعت الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. مش هعمل جزء تاني من تشات جي بي تي. تعبت نفسيا بصراحة. اكتبوا عليا تحت افكار وانا ممكن اختار منهم حاجة. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.